السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بإخواتي وحبايبي، يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في سعادة، يا رب تكونوا في أتم صحة. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. قبل ما نبتدي الوصفة هنسمي الله ونصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. النهارده هنعمل مع بعض القرص الطرية بطريقة سهلة جدا، بس طعمها بجد حرفيا تحفة. إن شاء الله جربوها بنفس المقادير وإن شاء الله هتنبهروا بالنتيجة. معايا نص كوباية مية، عليها معلقة كبيرة خميرة فورية ونص معلقة سكر، هدوبها واركنها على جنب. معايا بقى كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، هضيف عليه نص كوبايه سكر، يعني 5 معالق كبار سكر. السكر هنا مش كتير يا جماعه، بس جربوا بالمقادير دي وان شاء الله تنبسطوا بالطريقه جدا. معايا معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه كبيره بيكنج باودر، وهضيف معلقتين كبار لبن بودره. لو عندك ضيفي، ما عندكش خلاص، بس هي الصراحه بالطعم القرص معايا. وهضيف معلقه كبيره شمر على ينسون مطحونين. عايزه تضيفي الشمر واليانسون حصى سليم يعني براحتك. ومعايا ذره ملح بسيطه، رشه ملح بسيطه يعني بس. والمقادير معايا كوبايه ونص سمنه على زيت. انا بضيف كوبايه زبده على سمنه بلدي ونص كوبايه زيت. تمام. عندك كوبايه سمنه بلدي ضيفيها ونص كوبايه زيت. اي ماده دهنيه عندك يعني ضيفيها، ايه ده يرجع لك انت يا ست الكل. طبعا ضفت السمنه والزيت، وضفت كوبايه صغيره زبادي، وضفت نص كوبايه الميه اللي هي مدوبه فيها معلقه كبيره خميره. طبعا هعجن الكلام ده كله مع بعضه. وطبعا هعجن بايه بقى؟ هعجن بلبن رايب. عندك لبن قاطع عندك، بس طبعا يكون ريحته حلوه وما فيهوش يعني مش بايظ يعني اقصد. ضيفيه وعجني بيه، بتطلع احلى قرص معاكي باللبن كمان، اللي هو البيتي القاطع بصراحه يعني بيطلع كمان احلى من لبن الرايب اللي بنجيبه جاهز. طبعا هضيف اللبن رايب بالتدريج، وهعجن كويس القرص دي معايا. خدت معايا قد ايه بقى سوائل؟ خدت معايا 3 كوبايات. طبعا ممكن تاخد معاك انت كوبايتين ونص ل3 كوبايات الا ربع، طبعا حسب نوع الدقيق. طبعا كل دقيق بيختلف عن غيره في امتصاصه للسوائل. طبعا القوام العجينه هتشوفها معايا. طبعا هعجن عجينه القرص كويس جدا. يعني هنا معايا ضفت كوبايه زبادي صغيره ولبن رايب. طبعا ممكن تعجني بميه وممكن تعجني بلبن، بس قرص طريقه يا جماعه يعني زبادي ولبن قاطع او لبن رايب بيخلي القرص حرفيا معاكي طعمها يعني في سكه تانية. طبعا عندك سمنه بلدي خلاص تمام، ما عندكيش خلاص اي سمنه عندك ضيفيها. طبعا هركن عجينه القرص على جنب. هدهن الصينيه. طبعا هقطعها على طول لان الجو حر قوي قوي، فمش هتستحمل معايا ان انا اسيبها كمان في التشكيل يعني، عشان تطلع معايا مظبوطه في التشكيل. فهقطع القرص على طول معايا، مش هسيبها تخمر يعني مرتين. في قرص معايا بتخمر مرتين وقرص لا. وفي معجنات طبعا برضك يعني بسيبها مرتين. وطبعا كل حاجه لها طرقها يعني في العمل وكده. طبعا عندي عجوه، حطيت عليها معلقه سمنه، وعلى النار كده حاجه بسيطه كده، قلبتها حاجه بسيطه مع بعضيها. بس كده. همسك بقى قطعة قرصة انت عايزاها كبيرة، يبقى من 35 جرام ل30 جرام. لو عايزة القرصة كبيرة شوية، عايزاها صغيرة خالص صغنونة يبقى 25 جرام. طبعا حسب القرصة ما انت عايزاها. طبعا هقطع كرة كرة وهضيف عليها العجوة او قرص سادة زي ما تحبي. طبعا بعد ما شكلت القرص في الصينية، طبعا هشكلها اي حاجة بالشوكة بالسكينة، اي نقشة تحبها للقرص اعمليها. طبعا هركن القرص لمدة ساعة تخمر. طبعا بعد ما تخمر هدخلها في فرن حامي جدا سخن، طبعا قبلها بنص ساعة على اعلى درجة حرارة. بتاخد معايا من 10 دقايق لربع ساعة في التسوية. طبعا القرص الطرية بتحب النار العالية يا جماعة، ما بتحبش تطول في الفرن يعني. غير طبعا القرص المبسوسة طريقتها غيرها، وطريقة برضك السوا غير دي. ان شاء الله بعمل معاكم القرص المبسوسة بإذن الله. بس حبة قرص بصراحة يعني طعمهم حكاية. جربوا الوصفة دي ان شاء الله وهتعجبكم، وان شاء الله اشوفكم في وصفة جديدة. مع السلامة، اسيبكم في حفظ الله، مع السلامة.